دور الضحك بدأ يا جدعان، والله دور الضحك بدأ. يعني انا مش فاهم والله. انا بس عايز اسال سؤال للكابتن امين عمر. يعني انت اسمك امين من الامانه، هل انت من الامانه شايف ان الكره دي مش ضربه جزاء؟ طب واحده واحده، يعني احنا في اول مره سبحان الله بنقرر ان احنا نذيع الحوار ما بين حكم المباراه وحكم الفيديو، بيخرج علينا الكابتن امين عمر بتصريح والله العظيم فضيحه. مش بقول لك كده عشان اسير الجدل في الفيديو او عشان مثلا اشدك انك تكمل الفيديو، لا والله هو تصريح فضيحه. كابتن امين عمر في البدايه خالص هو ما شافش الكوره، فحكم الفيديو الحكم محمد عادل استدعاه وقال له تعالى في شك انه في ضربه جزاء لنادي الزمالك، والكوره بالامانه هي ضربه جزاء، وارجع اسال اي حكم. تمام. فالكابتن امين عمر يعني زي ما قلت لك كده هو اسمه امين من الامانه، فهو راح للامانه يشوف الكوره. فاول ما راح اول تعليق ليه ان هو شايف ان اللاعب الحكم المدافع وهو بيعمل كده، يعني هو بيعمل كده ان ده كده القلب ده الشكل ده كده ده وضع تشريحي. قال كده في الفيديو، قال كده صوت وصوره، قال ان ده الوضع الطبيعي لايد اللاعب. مش فاهم ازاي، يعني اعرف ان الوضع الطبيعي لايد اللاعب انه ايده كده مثلا، ايده كده مثلا، لكن ده كده وضع طبيعي ازاي؟ مش فاهم. هو والله قال كده، روح اسمع الفيديو، قال كده حرفيا، قال له انا شايف ان الكوره في وضعها الطبيعي. فالكابتن محمد عادل استغرب وقال له لا يا كابتن وضع طبيعي ايه؟ يعني شوف كده الكادر ده، جاب له كادر تاني عشان لا ما هو مش طبيعي ان ده كده يبقى وضع طبيعي. فقال له طب ثانيه واحده اعمل لي زوم كده بقى. فقال تصريح او قال جمله كده ما اعرفش والله ازاي هتعدي على لجنه الحكام او ازاي هتعدي على العالم كله لما يسمعها. قال له لا ثانيه واحده، ده الكره ثلاث ارباعها بره وربعها جوه. ثانية واحدة، هو مش الخط ده أساسا جزء من ال 18؟ فلو الكرة على جزء من الخط فهي تعتبر جوه ال 18، فلو الكرة لمست إيده على الخط زيها بالظبط زي جوه. يعني أنت في البداية يا كابتن أمين شايف إن ده كده الوضع الطبيعي، وبعدين زمايلك نبهوك إن لا، يعني هو أي نعم أنت في حد زملكاوي زعلك وأنت صغير، بس مش لدرجة إنك تشوف إن ده الوضع الطبيعي، مش كده ولا إيه؟ طبيعي. فانت بقى بعد ما شفت ان ده طبيعي وقالوا لك لا ده مش طبيعي، فقلت لا بقى ثلاث ارباع الكره بره وربعها جوه وانا مش مقتنع. لا يا جماعه مش ضربه جزاء. هو يا جماعه يعني ده كابتن مدحت شلبي قال لك في قانون البطاطا صفحه 3 ومش عارف ايه الكره ضربه جزاء، والله ضربه جزاء. يعني انا نفسي اعرف والله امتى هيكون عندنا جو منافسه بغض النظر مين يكسب ومين يخسر، والله يعني يبقى يكون عندنا اجواء تنافسيه، يكون عندنا نزاهه. يعني كابتن امين نفسي يكون لك حظ من اسمك امانه، انا نفسي يكون لك حظ من اسمك والله العظيم انك تكون امين يا امين، بس كده والله. وقول لي رايك عزيزي المتابع الجميل، والله هل انت شايف ان الكره دي ضربه جزاء ولا لا؟ وسامحني بقى يعني انا حاسس بالمظلوميه شويه، او ممكن اكون نظريه مؤامره. سلام عليكم.